السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا على القناة، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحصري على القناة المفضلة لديكم. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. بعد وصول بعثة النادي الأهلي إلى المغرب، استقر النادي الأهلي في المغرب. كان النادي الأهلي عنده النهاردة تمرين، النهاردة الاثنين، ولكن للأسف السلوج والأمطار منعت استكمال تمرين النادي الأهلي. النادي الاهلي كان بيعمل النهارده تمرينه في اجواء اوروبيه، سلوج كتير وامطار، ولكن للاسف لكثره الامطار الغزيره ونزول السلوج منعت النادي الاهلي من استكمال التمرين الاساسي ليه. الحاجه الثانيه، الكابتن الخطيب زي ما هو معودنا ان هو بيجتمع بالفريق قبل اي لقاء. النادي الاهلي هيلتقي بنادي اوكلاند سيتي يوم الاربعاء القادم في تمام الساعه 9. كابتن الخطيب حب ان هو يوجه رساله للنادي الاهلي ولفريق والجهاز الفني. مضمون الرساله بيقول: رساله كابتن محمود الخطيب للفريق نادي الاهلي قبل مواجهه اوكلاند سيتي. في بدايه كاس العالم للانديه مهمه ويجب ان نلعب بمنتهى القوه. لدي ثقه كامله في كل عناصر الفريق من جهاز فني ولاعبين على بذل اقصى جهد وتقدير المسؤوليه الموقعه على عاتقكم وتقديم مستوى يليق بالاهلي وتاريخه. الجماهير دائما ما تقف خلفكم وتساندكم في كل المواقف، ويجب عليكم التركيز واللعب بروح الفانلة الحمراء كعادتكم. الهدف الأساسي هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد النادي الأهلي وتاريخه. دي كانت رسالة يا جماعة تحفيزية من كابتن محمود الخطيب، وكالعادة محمود الخطيب كابتن بيبو يقف في ظهر النادي الأهلي وسند ليه. كل الأمنيات لفريق النادي الأهلي يوم الأربعاء القادم بالفوز بالمباراة على أوكلاند سيتي. إن شاء الله المباراة هتكون موجودة على قناة SSC في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر. القناة مش هتذاع على قنوات بين سبورت، لكن اللي هيكون ليه حقوق بس المباراة قناة SSC. وكان برضو في كلام ان هيكون المباراة على قناة مغربية. ديت كانت رسالة كابتن محمود الخطيب، وده كان تقرير عن النادي الاهلي في المونديال. هنرجع تاني لكلامنا عن موضوع صفقات نادي الزمالك. لو حضراتكم فاكرين ان احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات وقلنا ان صفقات نادي الزمالك صفقات فنكوش، وفي ناس كتير اعترضت على الكلمة ديت وناس كتير قعدت تعارضني في التعليقات، ولكن يا جماعة هي دي الحقيقة. لما قلنا ان نادي الزمالك بيقدم صفقات فنكوش، ان نادي الزمالك ورئيسه ومنصة قناة نادي الزمالك تغيب الجماهير البيضاء، احنا الكلام ده ما كناش بنقوله من فراغ. ليه؟ نادي الزمالك عليه مديونية لاتحاد الكورة حوالي 80 مليون جنيه، وده هيمنع ان هو يعمل قيد لأي لاعب. على الأقل لازم تدفع 20 أو 25% من قيمة المستحقات والمتأخرات اللي عليك. يعني أنت النهاردة علشان خاطر إن أنت تأيد ناصر منسي على الأقل هتدفع لك 20 مليون جنيه. طب منين؟ طب نادي الزمالك معاه 20 مليون جنيه منين؟ ده نادي الزمالك بالنهاردة زي ما احنا شفنا امبارح في رحيل إمام عاشور، ودي اللي احنا هنجيله بعد كده. يبقى احنا لما قلنا إن نادي الزمالك إن هو بيبيع الهوا لجماهيره، ده كلام ما كانش من فراغ. وانا قلت على مسؤوليتي في الفيديو اللي فات اللي ناصر منسي هيتم تجميده ومش هيتم قيده في الفتره الجايه في يناير ده. محدش صدقني، لان اتحاد الكوره خلاص يعني استرجل وشرب بريل وفاق من الغيبوبه بتاعته وحط الزمالك في دماغه. هو خلاص حط الزمالك في دماغه، دي قصه خلاص منتهيه. لكن هو كان قايل في البدايه وعلى لسانه ان مفيش اي نادي هيقدر يأيد اي لعيب غير لما يدفع مستحقاته. ده الكلام اللي اتقال على لسان اتحاد الكوره. فانت النهارده مش هتقدر تأيد ناصر منسي غير لما تدفع على الاقل 25% من المستحقات والمتاخرات اللي عليك، اللي هم 20 مليون من اصل المبلغ اللي هم 80 مليون. يبقى كده ناصر منسي مش هيتأيد خلال الفتره القادمه، وخلاص هو تسجيلات والقيد بتاع يناير هو قدامه يوم او يومين وخلاص، وباب القيد هيقفل. رئيس نادي الزمالك حب ان هو بعد صفقة مروان عطية ان هو يوصل لكل الجماهير ان احنا بنعمل صفقات كويسة، وقعد ينسي الجمهور بصفقة ناصر منسي، وقعد يشتم على قناة الزمالك ان انتوا ازاي مش مقدرين المسؤولية اللي احنا فيها، وانا وابني شغالين في النادي ومناخدش مقابل، وشتم بألفاظ يا كلب يا ولاد الكلاب والكلام ده كله، حاجات لا تليق بأي راجل رياضي.
ولما شفنا صفقة أحمد الكندوسي قد إيه هي أثرت في جماهير نادي الزمالك وبالأخص في رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، كان عايز ينسي كل جماهير الزملكاوية بصفقة ناصر منسي، ولكن للأسف الصفقة لم تتم. الأمر من كده عبد الله السعيد يقترب بقوة إلى نادي الزمالك. نادي الزمالك مصر إن هو ياخد عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هيقدم ايه للزمالك؟ النهارده عبد الله السعيد 38 سنه 37 سنه، ايه اللي انت عايز تديه في نادي الزمالك؟ انت خلاص عارف ان انت بتبطل كوره، فبالتالي عايز تبقى يعني تخلص كوره فين؟ في نادي مشهور، نادي كبير، لا اما نادي الاهلي لا اما نادي الزمالك. انت عارف ان انت لو يعني وصلت لفين لاقصى ايه مش هتوصل لنادي الاهلي، خلاص انت بالنسبه لك نادي الاهلي خلاص منتهي، فبالتالي انت بتدور انت عايز تبطل كوره في نادي الزمالك. النهارده نادي الزمالك هياخدك يعمل بيك ايه؟ هتلعب ماتش ماتشين والموضوع انتهى. نادي بيراميدز عايز ينتهي من عبد الله السعيد، هو شايف ان ممكن يكون راتبه والمستحقات بتاعته كتير فهيخلص منه. في دماغه لو عبد الله السعيد مشي هجيب محمد ابراهيم بتاع سيراميكا ويكون في نفس مركزه وخلاص. لكن النهارده امير مرتضى منصور ومرتضى منصور نفسه عايزين يجيبوا عبد الله السعيد في الزمالك ليه؟ وهيجيبوه بقد ايه؟ يعني انا مش فاهم ايه الصفقه الغريبه دي. هو عايز يسكت الجماهير، عايز ينسي الجماهير رحيل امام عاشور. ده قصه امام عاشور دي كمان قصه غريبه. يعني ايه النهارده مرتضى منصور بيشكك في ان حسين لبيب ما ايدش اللعيب ده؟ احنا لو شغالين في مركز شباب هيكون في شغل اداري افضل من اللي احنا شايفينه. النهارده هل بيع امام عاشور عشان خاطر دفع 6 اشهر مستحقات المتاخرات لفريرا؟ احنا عارفين ان الفريرا ليه 6 شهور شرط جزائي متاخر عن الزمالك، والراجل مش عايز يمشي، وبالتالي هم بيقولوا تعالى مستشار فني للفريق. انا مش ماشي. هو قال لهم انا لما انا صاحب الراي الاول والاخير، انا صاحب الامر الناهي في الفريق، انا اللي هقول مين يقعد ومين هيمشي، لكن انا مش هشتغل مستشار فني. وبالتالي نادي الزمالك يعني هيفرط في امام عاشور. بيقول لك 110 في نادي تركي اسمه ميتيلاند، انا ما اعرفش الاسم ده ايه، ده هو امام عاشور نفسه ما اعرفش الفريق ده ايه. يعني النهارده انت يا مرتضى منصور يعني بتضحي بلاعب في مركز امام عاشور بقوه امام عاشور عشان خاطر تدفع يعني المستحقات والمتاخرات لفريرا. نادي الزمالك كان بيجتمع من ساعتين لخصوص ان هو يرجع فيريرا. انا مستغرب الامر والله العظيم، مش فاهم انتوا منين عملتوا له اقاله، منين هترجعوه؟ ولا انتوا مش قادرين تدفعوا المستحقات بتاعته فبالتالي هترجعوه؟ اسامه نبيه نفسه اللي بيطالب برجوع فيريرا، رغم ان اسامه نبيه ده يعني مرارا وتكرارا قال ان هو مش مرتاح مع فيريرا، وفيريرا قال لك ان انا صاحب الراي الاول والاخير في الفريق ومش عاجبه اسلوب اسامه نبيه في التعامل معاه. منين هو اللي بينادي ان هو يرجع، ومنين بينادي ان هو ما كانش عايز يشتغل معاه؟ احنا شفنا اسامه نبيه في ماتش فيوتشر قدم يعني اداء كويس. طب من فين ان هو عايز فيريرا يرجع، ومن فين ان هو مش عايز يستقر معاه؟ يعني برضو امور يعني عايزين توضيح فيها يا جماعه. امام عاشور، وخليكم فاكرين وعلى مسؤوليتي الكلام ده، امام عاشور خلال ال6 شهور في القيد اللي هو جاي بتاع اغسطس لو ما مضاش للاهلي يبقى اقولوا ان انا ما اعرفش حاجه. امام عاشور هيقترب للاهلي. وبرده في حاجه برده يعني انا مش عارف، يعني الموضوع ده غريب. انت جايب لي امام عاشور يعيط قدام الكاميرات على الهواء وانا عايز امشي سياده المستشار ويا جماهير شوفوا ده ايه يا عم الاسلوب ده؟ طب ما رمضان صبحي ايام الباشمهندس محمود طاهر طب ما هو مشي لما راح انجلترا وعيط برده وانا عايز اعمل اشوف نفسي والطموح والكلام ده كله، ورغم كده ما كانش على الهوا. ومن قبله احمد حجازي. انا مش عارف، اسلوب غريب يعني بيتم على قناه الزمالك بشكل مهين، والله العظيم بشكل مهين. دايما بقول ان نادي الزمالك ده القائمين عليه وعلى منصته فعلا ناس لا تفقه شيء في الاداره. بقى احنا كده يا جماعه عرفنا خلاص ان ناصر منسي مش هيكون في صفوف الزمالك وهيتم تجميد قيده من قبل اتحاد الكره الا لما يدفع مرتضى منصور ال 20 مليون اللي هم ال 25% من جمله المستحقات والمديونيه اللي على نادي الزمالك. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو، فضلا وليس امر الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.